السلام عليكم. هو من كبار علماء إريتريا من نتحدث عنه. ولد في إيد علي في أراضي قبيلته بحجيت أرا. إنه الشيخ محمد حامد من فراوي، والذي حفظ القرآن منذ نعومة أظافره كحال كل الإريتريين في تلك الحقبة. بعدها سافر إلى الحجاز طلبا للعلم وزيادة في تحصيله، حيث مكث في مكة المكرمة 5 سنوات، ثم انتقل بعدها إلى المدينة المنورة حيث بقي فيها ل4 سنوات، وقد عاد بعدها إلى بلادنا الحبيبة إريتريا حيث استقر بمصوع حتى يتفرغ لنشر العلم. وقد تتلمذ على يده الكثير من العلماء والدعاة، وقد بني له مسجدا باسمه منسوب له إلى يومنا هذا. أصيب بمرض جلدي فقرر الانتقال إلى مناطق الجبال حيث يقيم أخواله وأقرباؤه، حيث ودعه أعيان المدينة وسادتها. وصل الشيخ محمد حامد إلى الجبال واستقبله الناس بالفرح، وقد ساعد بوصوله بحل مشكلة قبلية محتدمة وفتنة عظيمة بين قبيلتين من قبائل الأساورتة. بحكمته ورجاحة عقله انتقل إلى رحمة الله تعالى بمنطقة تسمى بدرنا. ألا رحم الله الشيخ الجليل محمد حامد من فراوي، وأثابه عنا وعن كل الشعب الإريتري خير ثواب.